مقابر وادي الملوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مسلم زايد، والنهارده هكون معانا تجربة جميلة هنعملها في مقابر وادي الملوك. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده بصراحة كان من اجمل الاماكن اللي انا زرتها في محافظة الاقصر. طبعا وادي الملوك احنا هنشوف الملوك او المقابر اللي هي الخاصة بالملوك القدامى المصريين، وهنعرف معلومات كتيرة جدا عن المقابر اللي هناك. بالنسبة لسعر التذكرة بيكون الفرد عامل 40 جنيه. وفي مقبرة خاصة اللي هي مقبرة اللي هي بتاعت توت عنخ آمون، دي بيكون لها سعر خاص، بيكون تقريبا عاملة 40 أو 50 جنيه، وبيكون الدفع بالفيزا. عشان دي معلومة هبقى كده مع الناس، يعني انت لو معكش فيزا للأسف مش هترضى، مفيش دفع كاش، لازم تدفع فيزا. دي نقطة. النقطة التانية في بالنسبة لقدام المقابر، في هناك طفطف انت بتركبه، بيكون الفرد بيكون عامل 10 جنيه ذهاب وعودة. يعني انت بتقطع التيكت، الراجل السواق او اللي بيركب معانا العربية بيشوف نسخة من التيكت بتاعك او التذكرة، وهو التذكرة دي بتخليها معاك، وهو بيرجعك تاني من اللي عند المقابر لحد البوابات. طبعا دي كل المعلومات مبدئيا. طبعا احنا ما هنتفرج على الفيديو، لو في اي حد حابب يستفسر عن اي حاجه او اي معلومه ممكن يكتبها لي في الكومنتات، وانا باذن كده هوضح له كل حاجه. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو وعمل سبسكرايب في القناه، واتمنى باذن كده تكون الفيديوهات اللي انا بنزلها بتعجبكم. وما تنسوش تتابعوا عروض رحلات اسلام زايد سواء كانت على اليوتيوب او على الفيسبوك. وشكرا جدا ليكم مره ثانيه. ده كانت طبعا التيكت اللي هو بتاع العربيات اللي دخلت لحد المقابر هنا العوده. وبعد كده هنبدأ نخش مقابر وادي الملوك. نعم صور حبيبي قلبي. تمام. اسمك كريم بقى؟ علاء. ماشي يا عم علاء. بص يا عم علاء، انت دلوقتي احلى مقابر هنا نخشها غير توت عنخ آمون بقى؟ الانفتاح. انفتاح؟ رقم 4 حلوة. تمام. رقم 2 ورقم 6. طب بص، سيبك من الاسماء دلوقتي، يعني كده المقابر اللي احنا هنقول عليها كويسه اللي هي المقبره رقم كام؟ رقم 4. تمام. رقم 2 ورقم 2 ورقم 6 ورقم 6. في 8 برضه حلوة يعني 4 و2 و6 و8 كل ما هو زوجي. كله حلو. كله حلو. تمام. الو. تمام. دلوقتي بقى هنشوف بقى الطريق لحد ما هنوصل باذن احنا في وادي الملوك. تمام. في مقابر مفتوحة كتير، خلي بالك. بس كل الشهر يعني بيفتحوا 5 ويقفلوا الباقي عشان التجديد. هي موعدنا لحد الساعة كام اصلا؟ المفروض الساعة 5 ل 10. لحد الساعة 5؟ 5 ل 10 اخر زيارة. تسلم. ده منظر التيكت زي ما انتم شايفين. بصوا يا شباب، زي ما انتم شايفين كده احنا لسه نازلين من العربيات، فالمفروض اللي احنا هنعدي البوابات، وبعد كده احنا ننتظر في المكان اللي هو في المظلات ده اللي هو على ايدينا الشمال لحد ما يجي المشرف. طبعا المكان ده عمرك ما هتيجي فيه لوحدك الا لو انت خاص، يعني في رحله خاصه بيك. لكن لو انت معاك جروبات احنا بنستنى بيكون معانا مشرف بيشرح لنا المقابر اللي هي الخاصه بوادي الملوك، وبيشرح لنا كافه المعلومات الخاصه بالمقابر. فاحنا دلوقتي بننتظر شويه، وبعد كده باذن الله بنبدا ان احنا نتحرك. طبعا بالنسبه للمكان هناك يكون افضل لو انت معاك ازازه ميه او معاك سندوتشات او اكل خاص بيك، علشان مفيش مكان هناك ممكن تشتري منه. لكن بالنسبه للحمامات هي موجوده، مفيش اي مشكله. طبعا خلي بالكم بس بالنسبه للمقابر هنا اغلبها بيكون فيها على اعماق كبيره. فدي المقبره رقم 1 بتاعت رمسيس السابع زي ما انتم شايفين، مقبره رمسيس السابع. وهنبدا نخش نصور المكان. بصوا انتوا بتحسوا ان البتاعه لسه مفتوحه، الالوان كلها طبيعيه زي ما انتم شايفين.
الرقم عشان في مكسب هنا على الارض عشان انا عملت فيه. تمام، احنا دلوقتي كده هنخش بقى المقبرة التانية المظنون اللي هي مقبرة رقم 2 اللي هي رمسيس الرابع. رمسيس الرابع. طبعا انا عايز اقول لكم ان كل المقابر بتختلف. في مقابر هتنزل لها باعمار كبيرة زي ما انتم شايفين المكان اللي احنا فيه ده. تمام، دي اعمار بتكون المسافة بتاعتها بتكون كبيرة شوية. وفي حاجات بتنزل لدرجة ان انت ممكن تضايق معاك في التنفس لو انت في مشكلة معاك في النفس. زي ما انتم شايفين هذه المقبرة كلها. يعني انا بقول لك انا شايف الاتوبيس هتكتب انت 6 عيون وهتفتح عين واحده. ده المكان اللي كان فيه المقبرة صح؟ طب ما تشرح لنا بقى الحتة اللي فيها دي. طيب ماشي قول. ودي القصه اللي كان فيها القصه دي كانت القصة؟ انا بقى سوري. ده برضه لسه هنا بالنسبه للمقبره. طبعا هو المتعه هنا بالنسبه للمقابر بتاعت عود الملوك المختلفه عن بقيه المقابر الثانيه اللي هي درجه الالوان. درجه الالوان الموجوده هنا تحس ان هي لسه كانها يعني مفيش اي اختلاف ولا مر عليها سنين ولا اي حاجه. حتى الزخرفه الموجود هنا بالنسبه للاسطح زي ما انتم شايفين. وليه الوش واخد اصفر كده؟ وادي المكان اللي كان فيه ادي المكان. طب احنا كل ده احنا لسه في المقبره الثانيه بعد ما خلصنا المقبره الاولى في وادي الملوك. تمام، احنا دلوقتي كده خلصنا المقبره الثانيه والمفروض ان احنا هنعمل بقى تجربه. طبعا زي ما قلت لكم المقابر هنا بالنسبه للاعمار بتاعتها بتختلف على حسب نوع المقبره، وفي حاجات بيكون الاعمار بتاعتها كبيره جدا عشان برضه الواحد يكون عنده علم بالنسبه لموضوع المقابر. احنا دلوقتي في المقبره دي دلوقتي وهنطلع. تمام، احنا دلوقتي كده باذن الله كده هنخش المقبره الثالثه. هي الثالثه بالنسبه للمقابر اللي احنا دخلناها، لكن الترتيب بتاعها بالنسبه للمقابر دي المقبره رقم 6 رمسيس التاسع زي ما انتم شايفين. رمسيس التاسع. دي المقبره. وطبعا زي ما قلت لكم برضه الاعمار لكن بتختلف حسب كل مقبره.
ماشي خش انت خش احنا معانا طبعا. طب دي من الحاجات اللي قلت لكم عليها بالنسبه للمسافات، يعني زي ما انتم شايفين على غير المسافه اللي احنا نزلناها من فوق، كان المفروض ننزل المسافه دي. خلي بالك اقف شمال. احنا زي ما قلت لكم ان في بالنسبه للمقبره دي في طريق اللي انت بتنزل منه، في طريق ده الطريق اللي هو بنصعد. طبعا هو مش المقبره كلها بنفس الدرجه دي، يعني هو في جزء انت بتطلع بيه كده وفي الجزء الثاني بيطلع بيه نورمال عادي، مش هيكون فيه اي مشكله. وادي المكان مره ثانيه ان شاء الله.